السلام عليكم البنات، نتمنى لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. البنات اليوم غنشارك معكم واحد الحلوه اللي كتوجد بالزربه، وكذلك المقادير ديالها بساطين متواجدين في كل بيت. والاهم هذه انها سهله وما كديش لكم الوقت بزاف دغيا توجدوها. كيحمقوا عليها الدراري صراحه، كتجي مقرمشه بحال شي فيسكوي، كتجي زوينه بزاف، واللون ديالها تبارك الله كيجي محمر، كتجي بحال اللون ديالها كيجي بحال لي غاليط، كتجي واعره. كي قلت الاهم من هذا ان المقادير ديالها بساط ودغيا كتحضر، ما كنعكزوش عليها، دغيا كنحضروها. المهم البنات، نتمنى لا عجبكم لا فيديو تشاهدوا حتى الاخر. ما تنسونيش من شي لايك والتعليق وبارطاج اذا امكن، فضلا وليس امرا. دوز معكم المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير غناخذ كاس الا ربع ديال الزيت، كذلك كاس الا ربع ديال سنيده، ونص كاس ديال النشا، واحد فاني، قبيصه ديال الملح. هنايا عندي جوج ديال البيضات هما اللي غنستعملهم في العجينه، ووحده غادي نزين بها الحلوه من الفوق. كذلك عندي هنا خميره 8 غرام، غناخذ غير ربع غرام، غير النص ديالها. والبنات العباره بكاس العنبه اللي كيهز 150 غرام تقريبا. المهم كنعبر بكاس ديال العنبه. بالنسبه للطحين غنستعمل 3 الكؤوس، ممكن نزيد هذيك المعلقه، ممكن نقصها على حسب النوعيه ديال الدقيق. بسم الله على بركه الله. غادي نفقس البيض وغادي نطربوه، ونزيد كذلك سنيده نخدمهم مزيان، والملحه. نبدا نخدم مقادير تدريجيا. كذلك نضيف الزيت والنشا. هنا ضفت الفاني عفوا، وغادي نضيف النشا ونخلطوهم مزيان. كي قلت العبار بالكاس ديال العنبه. ولا بغيتوا المقادير تجيكم كميه كبيره ممكن تضاعفوا المقادير، ما بغيتوش راه تستعملوا بعدا ديروا غير هاد المقادير بعدا. حليوه اللي كتجي زوينه ودغيا كتوجد. هنا الطحين ملي تبغوا تعمروا الكاس عمروه بالمعلقه باش ما يجيكمش الكاس مدكوك، باش ما يهش لكم بزاف ديال الطحين. عمروه بالمعلقه، لان لا هزيتو بالكاس هكا خشيتو هو الطحين غيجيكم مدكوك. المهم انا كندير جوج كيسان. هنا راه ضفت الخميره، راه ما بانتش، ضفت 4 غرام ديال الخميره، اي نصف ديال الكيس اللي فيه 8 غرام. هنا ضفت جوج كيسان ديال الدقيق. والكاس الثالث عيني ميزاني، نقدر نضيف الكاس الثالث كله ونزيد شي معلقه، نقدر ما نضيفوش كامل على حساب النوعيه ديال الدقيق. كي قلت نبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى نحصلوا على عجين لينه، ما تكونش قاصحه ما تكونش رطبه بزاف. عجينه اللي تكون لينه اللي تساعدنا ملي نبغوش نشكلوها ونقطعوا الحلوه تجينا سهله. هنا مازال خاصني الدقيق، غنزيد واحد المعلقه. هنا كملت الكاس الثالث، هنا نزيد واحد المعلقه باش غادي نجمع بها يديا، لان يديا بقات لاصقه فيهم العجينه بقات كتلصق. انا ضفت معلقه ديال الدقيق، جمعت بها العجينه من يديا. وكذلك يعني استعملت 3 الكيسان ومعلقه. صافي غناخذ العجينه نقسمها على جوج، غنديرها في بلاستيك غذائي باش ما تنشفش ليا، وغنبدا نسرحها بمدلك ما بين جوج بلاستيكات. نديروا هذه الخطوه باش كتجينا سهله وما تبقاش تلصق لينا على الدلاك. بالنسبه للسمك ديال العجين كتبقى مرقيقه، ما غليظه بزاف، لان حنا مستعملين غير 4 غرام ديال الخميره، يعني ما غاديش تخمر لينا بزاف. كتبقى بهذا السمك، ما غليظه ما رقيقه. هنا غنعاود ندوز عليها المدلك باش تحيد لاطراس ديال البلاستيك. خديت المقطع، هذا المقطع هو اللي عجبني انا، ممكن تستعملوا اي مقطع عندكم، ونحطوه في الطحين. ضروري ما تحطوه في الطحين باش ما تلصقش لكم العجينه فيه او الحلوه فيه ملي تقطعوها. نبقاو فين ما نبغوا نقطعوا شي حلوه كنبقاو ندوزوه في الدقيق باش كيجينا ساهل باش نهزوه. كي قلت لكم ممكن تستعملوا مقطع دائري او المقطع اللي يعجبكم. انا المهم انا اليوم استعملت هذا. كنستمر بقى ندوز في الدقيق وكنقطع وكنحط في الطاوه. بالنسبه للطاوه راه فرشتها بورق ديال الزبده باش ما تلصقش ليا.
وبالنسبه للفران، الفران درتو انا دابا يسخن. الفران ما تجهدوش عليه، يعني النار اللي كطيبوا بها الحلوه، يعني الجهد اللي كطيبوا به الحلوه هو اللي غتسخنوا به الفران. خليوه عافيه مهيله يسخن الفران على ما انا نقطع هاد الحلوه كامله اللي عندي، وديك الساعات ندخلها باش طيب. صافي غنستمر حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله كي قلت. العجينه اللي بقات لينا راه من طبيعه الحال كنعاودو نجمعوها وكنعاودو عاوتاني نسرحوها حتى نكملوها كامله، ما كيضيع لينا منها والو. من بعد ما استفت العجين او الحلوه عفوا كامله في الطاوه، غناخد البيضه الثالثه، ناخد الصفر ديالها. البنات ممكن تستعملوا الصفر تزيدوا عليه شويه ديال الخل هو اللي دهنوا به هذيك الحلوه او هذاك صابلي، او لو ممكن تزيدوا عليه الا بغيتو اللوين شويه يجي ناصح، ضيفوا واحد شويه ديال النسكافي، ديروا شويه ديال النسكافي وطربوه مزيان ودهنوا باش كتعطي واحد اللوين بحال لي غاليط، كيجي واحد اللوين واعر، لوين زوين بزاف، كتجي تبان محمره وفي نفس الوقت كيجي المذاق ديالها زوين. يا سلام، مقرمشه بحال شي بسكوي. كيبقى لكم الخيار حتى الصفر ديال البيض بوحدو راه كتجي واحد اللوين زوين، ولكن ملي كنضيفو نسكافي ما كنضيفوش نسكافي كامله، غير شويه حتى هو كيزيد يغني لينا هذاك اللون، كتجي محمره. وبالنسبه للبنات للتزيين، ملي تدخلوها الفران غديروها في الفوق حتى كطيب من التحت، عاد كتهبطوها تحمر من الوجه ديالها، ومحد الحلوه كتكون باقا سخونه كتزينوها في داك المربع او الوسط على حسب المقطع اللي قطعتو به. بحبيبات الشوكولاته كيبقى اختياريه، مع الحلوه كتكون سخونه فما كتحتاجوش تلصقوها بشي حاجه، كيذوب الشوكولاط وكيشد راسو. قلت لكم كيبقى التزيين اختياري. المهم غنستمر انا حتى ندهن الحلوه، الوجه ديال الحلوه كامله اللي عندي غندخلها حتى طيب. من بعد ما طابت محدها سخونه حطيت حبيبات الشوكولاته، راه دابو لصقوا، كتجي بهذا الشكل زوينه تبارك الله. غير جربوها على حسابي، كيجي اللون ديالها قلت لكم محمر وزوين. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. ايوا اللي عجبتكم ما تنسوش واحد اللايك والتعليق من باب التشجيع وبارطاج فضلا وليس امرا. كنشكركم بزاف على المتابعه، شكرا لكم بزاف بزاف صراحه. كنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.